لبنان يحتضر، والحكماء بسبب الحكماء رح يضلوا قاعدين على كراسيهم بسبب نجيب مئات اللي بضعده متشبص بكرسته، ما عنده حلول، بالعكس عم يسيسر حلول الدول الكبرى الخارجية. اكيد عم تسيسوا الصفقات، عم تسيسوا العماله، طبعا كل العالم بتقولها، مش بس بقول انا بقولها لكل الزعماء وكل الحكام اللي بعدهم موجودين لهلا على كراسيهم، اللي عم يقبلوا بذل الشعب وفقر الشعب وبجوع الشعب. الدولار رح يتخطى ال 50,000، سوريا تتخطى 60,000، رح يصير 100,000. كلنا بنعرف هيدا الشيء. وهلا الحرب القضاء اللي هي نهاية لبنان، واللي هي الحرب الحقيقية بلبنان. ولا زعيم ولا حاكم لازم يبقى على كرسته بقضية مثل انفجار مرفق بيروت اللي فيها شهداء بعدهم هلا أحياء ببيوتهم، ولو تصلحت بيوتهم بس معنويا وماديا ونفسيا بعد ما زبطوا، اللي في شهداء تحت التراب بسببكم انتو، بسبب سفراتكم، بسبب عمالتكم الخارجية كلكم يا زعماء العار. بأي قضاء عالمي اللي هو هلا اصلا ما عم يطلعوا بلبنان لان كلها مؤامرة عالمية على لبنان، تقبل دموع الامهات الموجودة هلا؟ بأي روح انسانية؟ كلهم عم بخالفوا القضاء، كلهم عم بخالفوا القوانين بالقضاء، ما في احترام لهيبة القضاء. ما انكم خليتوا سبيل الموقوفين المتهمين او ربما المشكوكين فيهم يمكن يكونوا بريئين عم تاخذوا اقوالهم اكيد لتكمله الملف، معناتها ما بدكم تكملوا الملف، ما بدكم اقوالهم لانه ثلاث ارباعهم اصلا بريئين، بس عم تاخذوا اقوالهم لان هن شهود. يعني ما بدكم تكملوا الملف، يعني سكرتوا الملف. اخلاء السبيل يعني تسكير الملف، يعني اسكتوا وبس بأمر خارجي. برافو يا موظفين عند السفارات، برافو يا عملاء، برافو يا مش وطنيين، كلكن حكام زعماء، ما حنستثني حدا. هاي جريمة بحق الوطن، بحق لبنان، خيانة للوطن. نعم، خيانة الوطن جريمة فيها شنق وحبس. بأنكم أخليتوا سبيلهم معناتها له حق القانون يخلو سبيل كل الموقوفين المظلومين بسجن رومي وغيره وغيره وغيره. ممنوع يتوقف حدا من هلا وطالع، ممنوع ينحبس حدا اذا حكي او اذا طلع بالعال او اذا سرق. شرعتوا السرقه والقتل والجريمه، حتى المقوفين لازم تظهرون كلهم، ممنوع تستثنوا حدا. قضيه المرفأ اكبر من اي قضيه. ظهرتون، ظهروا كل الموقوفين بجميع السجون اللبنانيه. نعم، لازم كلهم يظهروا، يا العداله على الكل يا لا، لان انتم خلفتوا العداله، خلفتوا القانون، تكون المخالفه على الكل. ممنوع حدا يتوقف، لازم كل موقوف يظهر. حتى الشعب إذا تعدى عليكم ممنوع توقفوه. يا عيب الشوم، لبنان بيشهد اليوم للأسف سقوط القضاء، سقوط الحق، سقوط القانون، سقوط العدل. هيدا عن جد خجل للبنان، وخجل لكل واحد ساكت بلبنان. كل واحد سكت عن هالجريمة، أو ربما مجبور يشارك بهالجريمة. على القليل اطلعوا واحكوا الحقيقة، أو استقيلوا. استقيلوا إذا كنتوا مجبورين تعملوا هيدا الشيء، إذا كنتوا مجبورين تفوتوا تشاركوا بهالجريمة استقيلوا. مش مجبورين، خلص مش قادرين، استقيلوا. ما الموت أرحم من هالجريمة. إذا استشهدتوا أو إذا استقلتوا أو إذا خايفين من حدا يعملكم شيء، ما هو أرحم من ارتكاب جريمة حتتسجل بالتاريخ خيانة الوطن. قدموا استقالتكم وما تتدخلوا بهالملف، ما حدا يتدخل بهالملف. لا عود بسلامتكم جميعا وتصبحون على وطن.